هنيجي كده بظهر السكينه، الجلد بيتقلع. بص الجمال، شويه من الاختراع اللي زي الدقوس اللي عملناه ده، وهم يا جمال. مساء الفل عليكم. النهارده بقى جاي اعمل لكم السمكه المدفونه في الملح. الوصفه دي يا جماعه حاجه كده مزاج، تاكلها كده تحس ان انت اتمزجت. بس خلي بالك الوصفه دي بتعتمد على انها تبرز النكهه بتاعت السمك قوي. فلو السمك بحري وطازه وطعمه حلو، انسى بقى، هتبرز الطعم وتضرب الطعم ده في 10. طب لو السمكه مش حلوه ومش طازه او سمكه مزارع، هتضرب الطعم الوحش في 10، فهتاكل حاجه وحشه جدا. هي عادة بتتعمل بالسمك القاروص، بس لو مفيش قاروص ممكن تعملها بسمك لوط، ممكن تعملها بأي سمكة عامة. يعني هتجيب السمكة تفتح بطنها وتنضفها، أو تجيبها من عند الراجل متنضفة، بس هتسيب القشر. القشر ده مهم جدا لأن ده اللي هيخليها تبقى مدفونة في الملح، بس هيطلع الملح بتاعها قليل جدا. أنت ممكن كمان تحط عليها ملح بعد كده. كل اللي هتعمله فيها هتجيب شوية شرايح ليمون، ملهمش أي دور غير ان هم بس يعملوا ريحه حلوه في بطن السمكه. واي بقى اعشاب عطريه، انا مثلا هنا حطيت زعتر، لو في روزماري حط اي حاجه تعمل ريحه حلوه. بس كده يا معلم. هنحط شويه ملح خشن، عليهم شويه ملح عادي ناعم، عشان نقفل المسام الصغيره، لان الطريقه دي بتعتمد ان هي تقفل السمكه خالص، فالسمكه تحتفظ بكل العصاره والجوسز بتاعتها، فيبقى طعمها خطير. وبياض 2 أو 3 بيضة على حسب حجم السمكة، وشوية مية، واي اعشاب عطريه بقى، روزماري، زعتر زي اللي انا بحطه ده، عشان بس ايه نشيل الزفاره بتاعت البيض. بس بقى ونخلط كل الكلام ده على بعض. بياض البيض هيخلي الخليط ده زي الاسمنت. هنجيب بقى اي صينيه ونعمل اول طبقه من الملح، نحط بقى السمكه بتاعتنا ونغطيها كويس. اهم حاجه ما نسيبش اي حته باينه منها. خلاص قفلناها كويس تمام. هناخد كده بشويه ميه عشان نتاكد بس ان المسام كلها اتقفلت خفيف يعني. وهندخلها الفرن. دي مثلا سمكه وزنها كيلو، لمده نص ساعه لدرجه حراره 220 من تحت مش من فوق. عقبال بقى ما السمكه تخلص هنعمل حاجه كده زي الدقوس، لان السمكه ما فيهاش اي توابل، فهنبقى عايزين بقى حاجه كده زي صوص ننغنغ فيه بقى السمك كده واحنا بناكل. هنجيب الكبه، نص قرن فلفل حامي او زي ما تحب، 1 قرن شطه سوداني، شويه بقدونس، شويه اقل كزبره خضراء، 4 فصوص ثوم، شويه ملح، شويه ليمون بقى على قد ما تقدر. وهقول لك بقى على حاجه وانت بتعصر الليمون، اقطع حته من ورا كده، ولما تيجي تحطها حطها كده العكس كده، وتعصر كده، هتطلع معاك كل الميه اللي في الليمون. شويه كمون، وننهي بقى بزيت الزيتون. هنضرب ده واوريكم. ادي اهو ضربناه، نزود بقى عليه شويه زيت زيتون كده على الوش، وما اقولكوش على الريحه. خدت بالظبط 35 دقيقه، ونسيت اقول لكم ان انا كنت مولع الفرن ومسخنه من قبليها. يلا بقى بينا نجرب. هنيجي كده بظهر السكينه، الريحه طبعا ما اقولكوش. هنطلعها بقى نحطها على صينيه نضيفه ونفتحها بقى مع بعض ونشوف. وادي يا جماعه طلعناها مع شويه رز صياديه بقى. يلا بينا بقى نشوف الجمال ده مع بعض. جمال. بص التسويه اللي مش هتلاقي زيها في الدنيا. بص بقى القشر اسمها اسمها بتقلع الجلد. بص الجلد بيتقلع. بص الجمال. كل ده بقى اللي اخد الملح. عارف الزبده اهي، دي الزبده اهي. دي بقى يا جماعه اللي تبص لها كده وتقول لها كامل الاوصاف فتني، والعيون السود خدوني، من هواهم رحت اغني، يا ليلي يا عيني. يلا بينا بقى ندوق الاول من غير اي حاجه عشان نستطعم السمكه نفسها. بص الجمال. بص تحس ان انت جبت اسكندريه، مش البحر، اسكندريه كلها كده حطيتها في بقك. تعالى بقى عشان هيطلع لي طبعا الشاب
القور اللي هيقول لي ما استويتش نص ساعه استوت ازاي؟ تعالى يا معلم، تعالى بص، بص العظمه يا معلم، بص اتفرج، مش مستويه، دي زبده. بص بقى، وما فيهاش اي يعني الملح بتاعها مش مظبوط، اقل من المظبوط. فانت بقى ممكن تعمل ايه؟ تمام، تروح جايب شويه من الاختراع اللي زي الدقوس اللي عملناه ده، تروح بقى ايه عامل كده. ده بقى اللي واخد التتبيله واديله شويه بقى طحينه كده، مع شويه ايه من هذا الشيء، شويه دقوس. وهم يا جمل. ايه الجمال ده، ايه الجمال ده. ممكن بقى ايه تعيش الدور اكنك ايه في السعوديه، عشان برضو ايه حبايبنا اللي في السعوديه. شويه طحينه، احب انا ايه تحط كده بقى كأنك بتضرب ايه كبسه بتاع اهو. حاجه تحفه. باي باي. معلش يا جماعه، بعد ما قفلت قلت لازم تحضروا معايا اللحظه التاريخيه دي. بص، شكرا شكرا، انتهى. ولا بقى تفصص ولا اي حاجه، اديله يا معلم.